مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مش مصطفى كان سلام البنات، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. رولي صالي كانت كوموند 50 حبة اللي متربصة عندي، حبيت نشاركها معكم البنات بكل تفاصيلها، مام تفاصيل الخطوبة نتاعها قسمتهم على 2 فيديو. نبداو بسم الله البنات. عندنا 3 بيضات، عندنا 50 غرام فرينة، عندنا 50 غرام زيت، نص ملعقة فلفل أسود، نص ملعقة ملح، ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، وعندنا 3 ملاعق من ملعقتين 3 ملاعق كريمة سائلة مع 150 غرام جبن، أي جبن يعني مالفين تخدموا به. نفصلوا البياض على الصفار البنات، نطلعوا البياض مع قرصة تاع ملح كيما راكم تشوفوا البنات. نطلعوا البياض مليح، كيما راكم تشوفوا البنات نطلعوه. ولازم نجبدوا العظام البنات يكونوا بحرارة الغرفة، نجبدوهم يعني مسبقا، ماوش نجبدوهم باردين ونخدموا بهم طول، لازم يكونوا بحرارة الغرفة. سيبون البنات، هاو طلع معنا البياض، ودركا نفوتوا للصفار. الصفار كما سبق وقلنا نحطوا نص ملعقة فلفل اسود صغيرة، نزيدوا الملح نص ملعقة صغيرة، نزيدوا نضيفوا لها الملعقة كبيرة تاع الاكل طماطم مصبرة. كما راكم تشوفوا البنات، ونخلطوه بالباطور شويه حتى ينسجم شويه الخليط مع 50 غرام زيت. خلطوه مع بعض حتى ينسجموا الخليط هذا. كما راكم تشوفوا البنات، ونزيدو نضيفوا 50 غرام تاع الفرينه. نزيدو نخلطوا حتى ينسجم الخليط مع بعضه. فوالا البنات، خلطناه، دخلوا المكونات كامل مع بعضهم البنات، ونوليو نضيفوا البيض على الخليط هذاك الثاني اللي درناه تدريجيا، ونخلطوا البنات غير بشويه باش ما ينزلش معنا هذا الخليط يبقى رغوي. نخلطوا من الاسفل الى الاعلى غير بشويه البنات باش يبقى الخليط تاعنا يعني مفخفخ، ما يبقاش ما يهبطش، يعني يكون نحركوا بسرعه. والبياض الثاني البنات ما نحطوش دفعه واحده، نقسموه على مرتين ولا 3 ونخلطوه غير بشويه.
كما راكم تشوفوا البنات، حتى نكملوا الكمية تاع البايض اللي عندنا، وحنا نحركوا غير بشويه البنات. ونفرغوا الخليط البنات في بلاطو 30×40، نتحصلوا على ورقة تاع جينواز، هذه راح تخرج لنا 10 حبات البنات. فهمتوا البنات؟ وانا كي قلت لكم سبق وقلت لكم يعني اعيد الذكر باللي عندي كومون تاع 50 حبه. انا حنعاود المقادير نفسها، ندوبلي برك باش نخرج 5 فايات باش يخرجوا لي 50 حبه. يعني تحتاجوهم هاد المقادير يعني باش هكا مقادير مضبوطه يعني. كما راكم تشوفوا البنات نعدلو نسويو السطح مليح. نسويو السطح مليح البنات ونحطوه يطيب، كل وحده والفور تاعها كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا ولهنا البنات انا عاودت دوبليت المقادير كما سبق وقلت لكم. ونطبقوا البنات نفس المراحل كيما بدينا درنا لاجينواز الاولى. البياض وحده نطلعوه مع قرصه تاع ملح، والصافا نحطوا له كيما حطينا في يعني نطبقوا المراحل اللي درناهم مع الاول. انا فوت دوبليت بك المقادير. او معايا طابه البنات، شوفوا كيفاش طاب. ما يطيبش مده الطياب تاعو من 8 دقائق ل 10 دقائق فقط، لا اقل ولا اكثر، يعني ما نطولوش وهو سخون البنات ونروليوه. دوك من بعد نعطيلكم الطريقه كيفاش تجبدوه، كيفاش تقصروا الحراف نتاعو، كيفاش تروليوه باش يجي يعني متحوف. دوك نعطيلكم يعني البنات لهنا راهو طلع معنا البياض، ونكملوا الصفار نحطوا له المكونات وشويه دوبلي، كل شيء دوبلي، لان حطينا 100 غرام زيت. نكملوا نحطوا الملح، فلفل الكحل، طماطم مصبره، فلفل الكحل كما راكم تشوفوا، نحطوا ملعقتين طماطم مصبره، نضربوا شويه يتخلطوا هاد المقادير مع بعضهم. الفرينه تاني البنات هي 200 غرام. تخلطوا شويه الخليط ينسجم مع بعضها. كما راكم تشوفوا البنات جوست ما يتخلطوا مع بعضهم برك، ونكملوا نضيفوا الفرينه اللي هي قلنا 100 غرام فرينه. نزيدوا نخلطوا شويه. كما راكم تشوفوا البنات سي بون، دخلنا المقادير في بعضهم ونكملوا نحطوا عليه البياض تدريجيا. نقسموه البياض على 3 دفعات ونخلطوه غير بشويه البنات من الاسفل الى الاعلى باش ما يهبطش معنا الخليط. في
في الإعادة إفادة. هكا اللي ما فهمتش في الأول تفهم في طريقة تحضير هذه الثانية. فوالا البنات، نحطو هذاك البياض تدريجيا حتى نكملو الكمية كاملة. فوالا البنات، كملنا هذاك البياض تاع البيض، خلطناه مليح، دخلنا البياض مليح وما نزلش معنا الخليط كما راكم تشوفوا فيه. وهذا الخليط البنات راح نحطه على في زوج بلاطوات. يعني قلنا البلاطو سبق وقلت يعني 20 على 30 على 40، سامحوني. دوكا نفوتوا للحشو البنات اللي هو 150 غرام تاع الجبن البنات، اي جبن معرفين تخدموا به، مع ملعقتين الى 3 كريمه سائله. يعني نخفوا هذا الجبن، كما تعرفوا الجبن يجي ثقيل، نخفوه بالكريمه السائله هذه باش يولي معنا خليط رغوي، يعني خفيف ما يكونش ثقيل. وتكون الكريمه السائله البنات بارده مليح، كما راهي عندي انا، راهي بارده جامده مليح. ونضربوا بالضراب الكهربائي حتى تولي معنا قوام كريمي، يعني تكون مليحه، ما يبقاش كما تعرفوا الجبن ثقيل بزاف. مع الكريمه السائله راح يخفف معنا. ونزيدوا هذيك الرشه تاع الفلفل الاسود. وكاين اللي يحب منسمات، يعني كما الاعشاب عطريه كما الزعتره، مرحيه، كل واحد وذوقه. يعني انا حطيت فلفل اسود بركه البنات. ونضربه مليح بالضراب الكهربائي حتى يخفف معنا هذاك الجبن مليح مليح البنات. فوالا البنات، نضربو مليح. نضربو مليح البنات. نفوتوا لهنا البنات، نعطيكم كيفاش كيكون نجبدوا الرولي تاعنا سي بون طاب. وقلت على مده الطهي تاعو يعني من 8 دقائق ل 10 دقائق، لا اقل، لا اكثر ولا اقل، يعني ما يطيبش بزاف، شو جوست ينشف برك وخلاص. كي نجبدوها البنات وهو سخون، نفوتوا نحيولو الحراف تاعو باش تكون لا فينيسيون تاعو مليحه. والحراف هذوك هما اللي راح يقطعوا لنا يعني الورقه تاعنا تاع الجينواز. نحيو الحراف هما الاولين، نسبقوا فيهم هما الاولين نحيوهم كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا البنات، نسبقوا نحيو الحراف هما الاولين باش ما تقطعش معنا الورقه تاع الجينواز، تبقى لنا يعني محافظه على الشكل تاعها باش يجي الرولي تاعنا متحوف. ومن بعد البنات هذيك نقلبوها على وجهها كما راكم تشوفوا باش يبقى هذاك الوجه تاعها الرطب هو الوجه اللي كيما رولين نروليوه. نقلبوها، نحيو البابي ونروليو عليه كما راكم تشوفوا لهنا. نظن الصوره واضحه يعني تشرح نفسها.
سامحوني لهنا لصقت لي، مي معليش نحاولوا بك نحيو غير بشويه كيما راكم تشوفوا البنات. فوالا، ونروليو على هاد الوجه اللي كان لاصق فيه البابي، باش هذاك الوجه الرطب هو اللي يكون وجه تاع الرولي تاعنا من الفوق، يعني يكون باهي. الوجه الرطب هذاك هو اللي راح يجي للرولي كي نروليوه ونديكوريه ونكملوه، حيجي رطب ويجي باهي هو اللي من الفوق. معليش كي يعودوا عندنا تشققات نعرفوا كيفاش نروليو باك نديروهم هما الاولين اللي عليها ونرولي، تسمى يكون الديفو لداخل، ما يجيش من بايبان كيما راكم تشوفوا. ونلويو البنات بالبابي، يعني البنات نلويوه بالبابي كويسون هكا باش ما يلصقش في بعضها، يعني ما يلصقش ويجينا طريقه يعني يتلوى مليح، يحكم لا فورم تاعو باش من بعد كي نحلوه راح يجينا سهل يعني هكذا. ونخليوه في الثلاجه يعني من تحت يبرد شويه، ونفوتو دوكا نحطو لا كريم كي يبرد معانا، نفوتو نوزعو عليه هذيك لا كريم اللي درناها تاع الجبن وكريمه سائله. نفتحو طبقه يعني السمك تاعها يكون مليح، تكون يعني كميه معتبره كيما راكم تشوفوش الصوره تشرح نفسها. فوالا، فوالا البنات دركا نعاودو نلويوه البنات بدون ورق الطهي، نلويو جوست الرولي تاعنا بلا ما نروليوه كيما درنا في الخطره الاولى نروليوه بالبابي. دوكا لا، كيما راكم تشوفوا البنات نلويوه مليح غير بشويه. فوالا، ونحطوه في المجمد يجمد مليح، كل ما يجمد مليح راح تكون النتيجه مليحه. انا دوكا تحصلت على 5، درت 5 تاع اوراق باش نخرج 50 حبه البنات. قلت لكم هذه كومونط متربصه عندي، ربي يكملها ان شاء الله. ونفوتوا طريقه يعني القصان تاع الرولي، تستعملوا موس يعني حاد، وكل ما يجمد معنا مليح البنات راح يكون يعني النتيجه مليحه، راح يتقص معنا مليح هذاك الجبنه راح يجمد. ونستعملوا موس يعني ونمسحوه بورق تاع مطبخ، كل ما نقصو نمسحوه كيما راكم تشوفوا البنات. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، ان شاء الله يعجبكم البنات وتجربوه مش راح تندموا، يعني تجربوه مش راح تستغنوا عليه نهائي، سورتو في المناسبات نتاعكم. هذا هو، هذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. الديكور كل وحده والديكور تاعها، انا استعملت كورنيشون وحبيبه زيتون وهذوك الاعواد تاع الحلفه، كل وحده والديكور تاعها البنات. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. وما تنساوش كاين متابعه للفيديو هذا، كاين فيديو واحد اخر قلت لكم قسمته على 2 فيديو. ان شاء الله يعجبكم البنات. صحه سلام البنات. كانت